اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أهلنا في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وهنا وصحة وسعادة وسلام يا رب العالمين. أول حاجة كده اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد يا أحلى عيلة في الدنيا. اشتركوا في القناة. اللهم ارحم ستي يا رب واجعل يعني كبرها ودمرة الجنة وادخلها فسيح جناتك، واللهم احشرها مع شهداء والصديقين والأنبياء ويا رب انصر المسلمين في كل مكان. يا رب نجح طلبة الثانوية العامة وكن معاهم يا رب، ووفقهم يا رب، ما تضيعش دعوهم أبدا يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين، واجعلهم من الأوائل يا رب. نعمل ايه معانا؟ كان معانا في الخلاط كده الأول بصلاية وقرن فلفل، تتبيلة البانيه، ولما حطيت البهارات والتوابل بتاعتي وزبادي، كان عندي لبن رايب، حطيت معلقتين 3، وغسلت البانيه بتاعي كويس قوي 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 بليمون ودقيق. طبعا مبحطش خل عشان الخل اصلا بيثبت الزفارة. حطيت الخلطة بتاعتي على البهارات، الطماطم وقرن فلفل، ده عشان هعمل مكرونة تقريبا، يعني مكرونة سباجيتي. ركنت التتبيلة بقى براحتي، كنت عاملاها بدري شوية، ركنتها في التلاجة تقريبا، ركنتها يجي ساعة ونص يعني قلت اما اعملها بدري ونجهز وقتي. الأكلة دي تقريبا بقالها شهر، من زمان جدا والله، ونسيت اصلا الفيديو ده. كنت قعدت منتج شويه وسبته ما سجلتوش ونسيته خالص، فبقلب كده جالي ان هو المساحه ما فيش مساحه وكده امسح، فجيت امسح، شفت الفيديو ده قلت طب ما فتحته كده ما لقيتش فيه صوت ولا فيه حاجه، وقعدت ادور في فيديوهاتي على اليوتيوب لقيت مش منزله اصلا. قلت له تعالى، انا كده كده مش عارفه اصور، مش جاي نفسي اصور من دول، مش عارفه ليه. مش عارفه بقى، يعني انا بعمل شغل فستان هنزله قريب جدا ان شاء الله باذن الله، هظبطه كده وانزله، ده اللي معطلني شويه عن التصوير. المهم سلقت المكرونه سباكيتي بتاعنا، حطيت لها ميه على البوتاجاز، وحطيت ملح، وحطيت معلقتين زيت، ونزلت بالسباكيتي بحالها ما قطعتهاش. هي بتنزل ساعه يعني بسخونيه الميه كده، احس بسخونيه الميه بتنزل لوحدها. طبعا شفتوا الطماطم حطيت لها آه، قرن فلفل وبصلايه في الخلاط. نعمل بقى البانيه، طبعا هو متبل جميل جدا، يعني والله طعمه كان تحفه تحفه تحفه. الدقيق بتاعنا حطيت له فلفل اسمر وملح، محطتلوش حاجه تاني. ده اللي بقسماط، هو فيجيتار على بقسماط كده، مقلبهم في بعضهم وسايبهم، مش حاطه عليهم اي حاجه. طبعا بغلو البيض قمت عملت بيضه واحده تقريبا، قضت الحمد لله. كنت بعمل ساعتها، قضت عشان حطيت حليب، لبن حليب عليه. اجيب البانيه احطه في الطبق ده بقى في الحليب والبيض. ما طبعا انا لازم يعني، هو كده كده اللبن غالي طبعا، الكيلو وصل ل30. مين اللي عنده اللبن عندكم بقى يا جماعه؟ اللبن الحليب اللي هو الفلاحي، ده فلاحي طبعا. حتى المعلب بقى غالي، العلبه الصغيره ب17 جنيه، اللي هي نص كيلو ب15 جنيه، يعني محصله الفلاحي بالظبط. احط في الحليب بالبيض، وانزل في الدقيق، وارجعه تاني في الحليب بالبيض، وانزل في الفيجيتار يعني وكده، واسيبه شويه وحمريه. اما تحطيه في التلاجة بس 10 دقايق، قسما بالله يعني الكفر ده بيبقى جميل جدا، وبينزلش ما فرفتش من على البانيه، وبقى مقرمش وجوسي كده وحلو، وقلبه طري وحلو. هو كان حرفيا جميل جدا. انا ما عملتوش من زمان، احنا بسلق الفرخة، بحمرها، بشويها، يعني كده. انا معظم الفرخ بشويها، فجيت قلت لأ، لازم اغير. عملت بانيه، وان شاء الله اللي وراك هعملها هعمل كدب باذن الله قريب كده باذن الله، بس تخلص اللي معايا، الطلب اللي معايا ده ربنا يحسن سوء يا رب، وان شاء الله هعمله معاكم ونعمل بانيه تاني. خلصتهم كلهم، وجيت في الاخر قمت تاني فاض بقى اللي هي اللهم صل وسلم على محمد، الحاجات ديت. نزلت بالدقيق، ونزلت بالفيجيتار بالبقسماط،
وقلبتهم وعملتهم ايه، تعملهم بقى طويل، تعملهم مدور. حرفيا قسما بالله يعني، انا اكلت منه ما اكلتش من بنين. على فكرة انا حاطه فيه حتت، في حتت كده بانيه صغيره سايباها فيه، يعني مش هو مش فاضي، يعني هو فيه بانيه هيبان دلوقتي على فكرة. عملت مدور واعمل طويل. تقريبا اوريكم واحدة انا فاكرة لو خدتوا بالكم هي فيها اصلا فيها حتت بانيه. انا كنت بقوله انا كنت متهيألي بوريتكم واحدة عملت طويل وعملت. هي حلوة ومش وحشة، انا خدت منها 2 ساعة الاكل الحمد لله شبعوني والحمد لله. اه بعمل بشوف الحتت اللي فيها. طبعا هنقلي بقى في الزيت. خلصت ده وحطيت اللي هو الخليط ده، حطيته في التلاجة وده حطيته في الفريزر. جه ربع ساعة بالظبط كده وقمت انا مطلعاه وقليه قبل الاكل على طول. طبعا بوتاجاز بيتغسل على طول عشان مفيش اي تعليقات. انا دلوقتي سايباه، حرفيا سايباه عشان هعمل المنتج اللي هو بتاع مكة. عايزة اعمله بأمانة، عايزة اجربه كده. ان هم جابوا القاهر الدهون مع بوتاجاز، كان شكله فظيع ونضفه يعني ما في منتهى الجمال ومنتهى السهولة. فعايزة اجربه. البانيه بتاعنا طلع اهوت، هو لونه كده جميل جدا. على فكرة مش محروق عشان محدش يقول لي ايه محروق، هو مش محروق والله، هو حلو، حمره حلو. اتفضلوا. جميل جدا جدا جدا. مع بقى المكرونة انا بحب البانيه مع الاسباجيتي، مش بحبه مع المكرونة دي. و... والكفتة مع الاسباجيتي برضو. انا برتاح في المكرونه الاسباجيتي عن اي مكرونه تانية، يعني يمكن اي مكرونه تانية مش بحبها قد كده، حتى البشاميل اللي ماليش فيها قد كده. هي الاسباجيتي صحيح بحبها. انا عملت مكرونه بشاميل ما باكلش منها يعني قد كده. صلوا على النبي واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد، وكلمه حلوه يا احلى عيله في الدنيا. طبعا كنت عامله مخلل لفت. وكان في خضار اللي هو جرجير والمكرونه والبانيه، واحلى اكل. ابرر لكم اهوت عشان اشوفه مش يعني ايه، هي يعني من الزيت حامي شويه، وهديت عليه عشان يستوي، هو مستوي يعني طبعا. كده بعمل بايد وبقطع حته مستويه خالص اهيت. ما شاء الله طعمها تحفه تحفه تحفه. حطوا لايك يا جماعه واكتبوا كلمه حلوه واشتركوا في القناه، ربنا يكبر بخاطركم، يا رب يكبر بخاطر كل من يشترك في القناه.